السلام عليكم ومرحبا بكم. ان شاء الله تكونوا كامل ملاح وفي صحه جيده. ان شاء الله هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال دائما مع قناتكم قناه حفيظه للحلويات والطبخ وروتينات البيت. اليوم حبيباتي جيتكم بلا فيديو تاع المهبه تاعي كيفاش جازت. راح نبارطاجي معكم افكار، يعني واش وجدت واش لبست واش جابولي، يعني كلش باذن الله راح نبارطاجي معكم هنا حبيباتي. قبل لا نبداو لا فيديو تاعنا صلوا وسلموا على رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام، وما تنسوش تدعموني بجيم وكومنتار، ومرحبا بكل متتبعه جديده. وهيا نبداو حبيباتي لا فيديو تاعنا. اول حاجه هنا بديتها لكم حبيباتي واللي هي جوله في المحلات اللي كنت شريت من عندهم مشترياتي. كما شفتوا البنات راح نبارطاجي معكم واش شريت باذن الله، واممتو راني مديت لكم افكار يعني البنات اللي جايينهم في المهبه ولا مادين المهبه يعني تاع خاوتهم. المهم هنا راح نبارطاجي معكم افكار كما شفتوني. اول حاجه هنا نشاركها معكم هي مشترياتي. كنت انا شريت عند بوتيك اسامه البنات. انا هنا في هذه المهبه حبيت ندير يعني نلبس حاجه مغايره، يعني كل مره نلبس لي غوب، هذه المره حبيت نلبس حاجه جديده. كما شفتوا راني وريت لكم الانستغرام والفيسبوك والنيميرو دايرهم كامل في الساشيات. البنات هنا كنت شريت هذا الروبا لكن ما شريتهاش للمهبه، شريتها للعيد. مالغري نفس القماش لكن عجبوني في زوج الانصومبل هذا تاع الجيب بالبودي راح نلبسهم في المهبه، وهذيك الروبا تاع العيد تسمى نفس القماش وعجبوني في زوج، ما حبيتش نخليها في قلبي وشريتهم في زوج. كما شفتوا يعني القماش تاعهم بزاف شباب والسعر تاعهم 1,100,000 في زوج. نبداو هنايا. بعد ما كنت شريت وكملت الكاطو يعني كملت كلش وجدت كامل صوالحي. اخر حاجه درتها تسياق. المهبه تاعي البنات كانت في 27 رمضان، يعني كاين المهبات اللي يجوهم في البرومي جور تاع العيد ولا دوزيام جور، انا جاوني في 27 يعني قبل العيد ب3 ايام ولا 4. المهم البنات هنايا كنت سيقت كامل شنابر. انا سيقت الشمبره تاع الضياف والصالون، وماما كانت سيقت الشنابر الاخرين، يعني تعاوننا ودرنا الميناج كامل تاع العيد. هنا البنات راني صورت لكم فقط مقتطفات من الميناج. الميناج تاع العيد راح نحطه لكم ان شاء الله لا بروشان فوا. بعد ما كملت كامل السياق كما شفتوا البنات ابخي رحت باش نفرش. كما شفتوا راني فرشت هنا الصالون، درت هذا الشهره البيج ودرت معاها كذلك ليزار والزربيه. ابخي رحت نمسح الغبره كما راكم شفتوا. مسحت انا هذه الطابله والبيبيوتيك يعني ما صورت لكمش كلش، وماما كانت مسحت الخزاين الاخرين. يعني هنايا البنات راني نركب هذا ليزار اسوختي مع الشهره تاعو. يعني كنت نتعاون مع بابا وركبناه، وهنايا جيت باش نفرش. يعني الفراش اخر حاجه البنات، والتسياق كان ليله من قبل يعني في 26 تاع رمضان سيقنا. فهنايا راني كملت السياق وكملت الفراش، وابخي نروح باش نوجد الماعن اللي راح نحط فيهم. البنات كما تعرفوا لازم نغسلوهم مالغري يكونوا مغسولين، لازم نعاودوهم. كما تعرفوا الغبره تاع البيبيوتيك وكاع. هنا فحفحت الديار ووجدت كامل لما جبتهم البيبيوتيك وراح نرغويهم، يعني رغوه خفيفه راهم مغسولين لكن برك من الغبره. هنا كنت جبت علاتاي وجبت الطاس تاع الجو وجبت ثاني تاع القهوه. كما نعرفوا هذو هما اللي راهم يمشوا يعني القهوه والاتاي والجو. بعد هذاك التعب كامل في العشيه كنت ضربت تدويشه، وكانت ماما شاده الفطور يعني ما نقدرش ندير الفطور ونوجد. ابخي رحت نديكوري الكنافه اللي كنت خدمتها ليله من قبل وخليتها تبات تشربت كامل هذيك العسيله، من بعدها راح نديكوريها. البنات الكنافه راني مصورتها راح نحطها لكم في فيديو واحد اخر باسكو راح يجيكم الفيديو بزاف طويل اذا حطيتها لكم. راح نحط لكم الوصفه ان شاء الله باذن الله. هنايا راني نديكوري فيها. درت لها هنا الكاوكاو في الحواف اللي كان ديجا ملون، ودرت لها ثاني الجوز واللوز، ودرت لها زيكزاك بالشوكولا، وكان هذا هو التزيين تاعها. اخر حاجه كنت وجدتها هنايا هذه السنيوه راح يدوها معاهم ولا البلا. كنت شريتها ب65,000 يعني سنيوه بزاف شابه كما راكم شفتوا فيها عيد مبارك. درت لهم كامل الانواع اللي راني مشاركتهم معاكم، صابلي بريستيج صابلي سامبل والمقروط وكذلك السيجار، يعني كل نوع حطيت لهم منهم. كما شفتوا يعني سنيوه ما شاء الله تعمر العين وتلفت لكم حوالي حتى 40 حبه. ودرت لها هاد اللقطه تاعها اللي يجي بزاف شباب مكتوب فيه عيد مبارك، يعني سنيوه بالشان والطبع.
وننصحكم بها يعني بزاف شابه. البنات هنايا كنت وجدت كامل القشي وحطيت كلش يعني صايي ما بقاش يجو. وجدت روحي في اخر لحظات. هنا حطيت كامل المكياج تاعي باش نعرف واش ندير واش ما نديرش. هنا البنات راح ندير حاجه سامبل، يعني الشارجي ما نحبش الشارجي، يعني ما نلبسها تجي سامبل. بما انه هنا البنات راح نلبس الذهب قررت ندير هذه الساعه دوغي، وراح ندير معها هذه السلسله تاع لي كوبل، وراح ندير معها هذا الخاتم. بالنسبه لي بوكل كما شفتوا ثانيت هذا لي بوكل والخاتم تاع الشوفه تاعي. هذا هو الذهب اللي راح نديرو يعني حاجه خفيفه. بالنسبه للبارفان البنات اللي راهم يزهجوا ولا اللي يحبوا لي بارفان، ننصحكم بهذا البارفان بزاف شابه وتجي ريحتها خفيفه، يعني مش هذيك الريحه اللي تغم، وكذلك تبقى في الملابس. دائما نشارك معكم الحوايج اللي يعني اللي يفيدوني. وكذلك هاد الديدورو تاعها كما نعرفوا يعني الديدورو ما تبقاش في القش يعني في ساعه تروح، لكن ريحتها شابه. ودرت كذلك الريحه تاع الكوغ وستيك، يعني ما تكثروش الروايح هكا باش ما تتخلطش الريحه تاعكم. وهنايا كنت ركبت لي زونغل، يا ريت ما ركبتهمش يعني تعذبت بزاف، كنت درتهم بالكولا. وننصحكم البنات شرو الكولا يعني سبيسيال بالاظافر وما تغلطوش غلطتي. وهنا البنات شريت هذا الصابون، يعني انا نسيت ما صورته لكمش، يعني شريته 250 في اللون الدوغي، يعني يطيح لكم كامل مع اللبسه. هنا بعد ما كنت لبست وجدت وكلش، هنايا راح نشارك معكم يعني الزياره اللي يعرفوا زياره. احنا في البلاد تاعنا نديروا زياره. كنت درت لهم بالريحه صابون الحنه كما تعرفوا حوايج تاع العيد. ابخي درت كامل الكاطو في هاد لي بلا دوغي كما شفتوا، يعني حاجه بالشان وطبع. هنايا كنت وجدت الطابله قبل لا نلبس، يعني وجدت كلش من بعدها رحت نلبس. البنات هنا حطيت الطابله، كنت درت الفاكهه مع الجو، ودرت لاتاي مع الكنافه، ودرت القهوه مع الكاطو. كما شفتوا راني حطيت كل شيء على ضربه. والفلور راني نسيت ما صورته لكمش، يعني حطيته اخر حاجه. يعني كل مناسبة ندير التحلية، هذه المرة حبيت ندير الفلون. البنات كما تعرفوا يعني مناسبات المهيبات رانا نشوفوا غير الفاكهة تدور مع الجو، ولا لاتاي مع المكسرات والكاوكاو، ولا مع المقروط، يعني ما كاش حاجة جديدة. والقهوة والغاتو توجور. وهذه هي المائده تاعي البنات كما شفتوا، يعني كلش بالشان وطبع. في المهيبه ولا في المناسبه كما هكا ما تقتصدوش البنات، يعني مره في العمر، وكل مره انا في ضيافي كل ما يجوني هكا ضياف يعني نحب نكبر بيهم. وهنايا كانوا يعني وصلوا، راني نصور لكم وهما هنايا كما شفتوا. اول حاجه بديت لهم بها وهي الجو، يعني طبعا بالمشاوره تاعهم، باسكو كاين اللي يعني اللي يحب يبدا بالقهوه، هي لولا سختو مع رمضان يعني هي اللي تنحي الدوخه تاع الصيام. ابخي وجدت لهم القهوه كما شفتوا البنات، ستفت كامل هذا الفناجل وراني نسربي لهم في القهوه. هنا البنات كنت درت الحليب وحده ودرت القهوه الكحله وحدها. يعني كاين اللي يحب الحليب وحده، كاين اللي يحب القهوه الكحله، كاين اللي يحب قهوه حليب، يعني كل واحد كيفاه. وهنايا راني نسربي لهم في لاتاي كما راكم تشوفوا. وراح نحط معاه الكنافه اللي كنت ديكوريتها معاكم. راح نفتح لكم الكنافه تاعي باش تشوفوها. انا كنافه البنات كنت حشيتها بالكاوكاو من الداخل، يعني الحشو يبقى اختياركم، تقدروا ما تحشوها بالموتزاريلا ولا تخلوها هكا، كل واحد كيفاه. هذه هي الكنافه تاعي، جات مشربه ما شاء الله، واممتو جات مقرمشه وعجبتهم بزاف. وهنا وصلنا للمفيد كما تقولوا نتوما. كانوا جابوا لي هذا السنيوه، يعني ما شاء الله بالشان والطبع، وفيها الانواع تاع الكاطو، فيها صابلي بريستيج بالشوكولا كما راكم تشوفوا، فيها المقروط وفيها البقلاوه وفيها كذلك العريش، يعني كل شيء بالشان والطبع. راني صورت لكم هنايا كل شيء بالديتاي، ان شاء الله يكون يعجبكم يا ربي. بالنسبه يعني صوالح تاع الكوسميتيك ولا هاد المره كانت المهيبه تاعي عباره على دراهم، يعني الذوق تاعي بزاف صعيب، يعني الزوج تاعي كي نكون يشري لي في حاجه راني نعيه بزاف، باسكو الذوق تاعي صعيب، يسمى اختار باش يجيبها لي دراهم. وكل واحد في البلاد تاعهم واش يجيبوا، كاين اللي يجيبوا دراهم، كاين اللي يجيبوا لي كوسميتيك، يجيبوا يعني القفطان ولا لبسه كما تعرفوا. يسمى انا هاد المره جابها لي دراهم كما شفتوا راني فتحتهم معاكم.
من هذا المنبر نقول له ربي يحفظه ان شاء الله ويخليه لي ويدوم محبتنا في الحلال ويكمل لنا ان شاء الله. وكل وحده ان شاء الله راهي متمنيه تعيش هذه اللحظه. نقول لك حبيبتي ان شاء الله يا ربي في هذا الفيديو راح تربحي عليا وتتخطبي ونفرحوا بك ان شاء الله. راح نوجه تحيه فقط في هذا الفيديو الوحده من حباباتي. ربي ان شاء الله يفتح عليك حبيبتي وراكي تشوفي في الفيديو تاعي وتتفكري هدرتي كما وعدتك ان شاء الله. ربي يفتح عليك ونقول للبنات كامل يدعوا لك ربي يفتح عليك بالزواج بزوج صالح ان شاء الله والعقوبه للذريه الصالحه. وهنا البنات رانا وصلنا لنهايه الفيديو. ما بقى لي غير نقول لكم الى الملتقى ان شاء الله مع فيديوهات جديده والى اللقاء.